بنعمل فيديوهات بيشوفها 6 انفار 3 منهم اصحابنا. في اسطوره دايما الناس بتقولها ان الناس دي نجحت فهم ناجحين من اول يوم. مفيش حد بينجح في اول يوم. الضيف بتاعي النهارده لانه راجل مؤثر في عالم الديجيتال كونتنت عامه بقاله سنين، صانع محتوى مخرج مصور مزيكاتي نخش بقى على كاستنج جامعات. لو قعدت ابص على الحاجات اللي حواليا فقط هنا في محيط دايرتي هفضل الف في حلقه مفرغه. انا لما خرجتش الفكره دي الفكره هتروح لحد تاني يخرجها. او الوضوح في الرؤيه بتيجي من التحرك. النهارده لو هعلمك تعوم مش هشرح لك تعوم ازاي، هرميك في الميه. يعني للناس اللي شافت الثامنيل والتايتل برضو اكيد هيبقوا عارفين الضيف بتاع النهارده، بس للناس اللي ما تعرفش، وانا بستغرب لو حد ما يعرفش الضيف بتاع النهارده لانه راجل مؤثر في عالم الديجيتال كونتنت عامه بقاله سنين. بس معايا النهارده صديق عزيز جدا وضيف رائع، متعدد المواهب. يعني انا بقول عليك رينيسانس مان، اللي هو صانع محتوى مخرج مصور مزيكاتي وشغال فمروان انا فرحان جدا ان احنا قاعدين النهارده. وانا كمان فرحان جدا جدا. احنا في آه، تاريخ مع بعض في تاريخ ايوه. ارجو ان احنا ما ده نتطرقش لنصه في الحلقه النهارده، لان في حاجات لازم احنا ما نعلنش عنها كنا من ايام فحت البحر. من ايام ايوه بالظبط. كانت من ايام رد الصحراء. خلينا نبدا كده بسؤال مهم جدا عايز ابداه معاك. لما انت بتقابل حد لاول مره وبتيجي تعرفه على نفسك وانت عندك كل الحاجات اللي انت عملتها دلوقتي، فلما تيجي تتكلم معاه بتقول له انا بعمل ايه؟ على حسب السياق، على حسب الشخص ده مين والموقف اللي انا فيه إيه. يعني لو راكب في تاكسي مثلا واحد بيقول لي بتشتغل ايه، اسرع واسهل حاجه اقولها مخرج، ان خلاص هتتفهم على طول مش هحتاج اوضح اكتر. انما حد تاني مثلا عايز اعرفه على بيس كيك، واحد من مؤسسين بيس كيك، احنا شركه صناعه محتوى بنقعد نتكلم في التفاصيل اكتر حبتين. فهي بتبقى دايما بتتراوح ما بين الاثنين دول. إن في ناس اللي هو لو انا مش مهتم بس بعمل فيديوهات على النت بدور عليها. أيوة. وبقى كل الناس دلوقتي بتعمل فيديوهات على النت، فهاخد رايك في بالظبط. الفيديو ويوريك الفيديو بتاع ابنه عمل ازاي. ايوه او بص ابني شاطر ازاي، طب خدوه معاكم. خلينا نبدا من حته الناس كتير ما تعرفهاش، مم. الا وهي دراستك الجامعيه. اه انت درست انجينيرنج في الجامعه. درست، انا كنت دبل ميجر ميكانيكال انجينيرنج وارت وفي ماينر فيلم. بس ماينر فيلم ساعتها في الجامعه برضو ما كانش احسن حاجه. كان 5 كورسات انا فاكر كان ان انا 5 كورسات كان 5 كورسات مش حلوين خالص. بس كان المكتبه بتاعت الجامعه كان فيها موارد عن السينما احسن من اللي بتدرس. فانا كنت خدت الكتب اللي في المكتبه وقعدت اذاكر منها انا شخصيا. كان في كتب عن السيناريو والاخراج وكده فذاكرتها. بس انا اتعلمت الحكي المرئي والثقافه البصريه من ارت، من مدارس بقى تاريخ فن ورسم وبينتنج وكل الحاجات دي. لان انا عندي الثقافه البصريه. والهندسه نمت كل حاجه تانية. باشا انا مهندس. بحس ان مهندس المهندسين بيعرف يعمل كل حاجه. لا طبعا. المهندس عنده المايند سيت بتاعت انا بعرف اعمل كل حاجه، بس في نفس الوقت بحس ان المهندسين عندهم قدره على ان هم يشوفوا الحاجه بشكل مختلف عن الانسان العادي. اعتقد دي نبع من ان الجزء من شغلانه المهندس البروبلم سولفنج. والبروبلم سولفنج في سيستمز. حل المشكله. انت بتبني انظمه وبتحاول تعرف ايه المشكله اللي فيها وتفكك المشكله وتركبها، او تحاول تعيد تصنيع حاجه من حاجه اوريدي متركبه، زي افصفصها وافهم بتشتغل ازاي واركبها تاني عشان اطلع منها حاجه تانية. فالفكر التحليلي ده لما النقله بقى هي اللي صعبه، انك تاخد الفكر التحليلي ده من حاجه تقنيه بحته في ان انا بحلل انظمه ميكانيكيه او انظمه لو مثلا ببرمج مثلا فهيبقى في الكود او كده اهو. انك تاخد او سيركت بورد لو انت مثلا مهندس الكترونكس، انك تاخد بقى الفكر التحليلي ده وتطبقه على حاجات انسانيه او فلسفيه او كده اهو. النقله دي اللي مش سهله على كل الناس، ان انا ابدا احلل حاجات مش عارف عايز اقول سوفت بس هي ملهاش يعني بسيط حاجات معنويه مش ايوه. حاجات ماديه. ان انت تاخد الفكر التحليلي الهندسي ده في الاتجاه المعنوي بقى بتاع الفن والفلسفه والافكار والحاجات زي كده. النقله دي مش سهل، بس اللي بيعرف يعملها بيسلك جامد فيه. ان هو بدل ما يبص على حاجات ماديه يبدا يبص عليها بشكل معنوي، يفصصها ويحللها بشكل فلسفي ويعيد بنائها ويطور فيها. ده بيبقى مفيد جدا جدا لما المهندس بيقلب فنان. بس للاسف اغلب في كتير من المهندسين اللي قابلتهم ان هو فكرهم واقعي قوي وبيحاولوا ما يتطرقوش للخيال، في حين ان ال- الرياضيات الماث
مبنيه 100% على الخيال. إن أنت تفترض ان انت افتراضات. تفترض لأ، وانك تحل اصلا مسائل اللي هو في التكامل والتفاضل والكالكولس والحاجات دي اغلبها حاجات خياليه. في حاجات اسمها imaginary numbers وبتكلم في النيجاتيف. انا حاولت اطبق ده على الواقع، مفيش. يعني ايه نيجاتيف 5؟ هو إيه مفيش حاجة تحت الزيرو. بالظبط. يعني ايه تحت الزيرو؟ يعني ايه زيرو اصلا؟ فالفكره ان هو في جزء كبير جدا في الهندسه، في الرياضيات بالذات كمان، معتمد على الخيال كبير جدا جدا. بس للاسف الحياه العمليه بتفرض على اغلب الناس ان هو لا، انا هبقى شخص واقعي، شخص عملي، واللي بشتغل على الحاجه الملموسه. واعتقد ده اللي بيخلي في قصور في الحته دي. بس في قليلين بقى اللي بيفلتوا يبداوا يعملوا النقله للحاجات المعنويه مش بس الماديه، وهنا الخيال بيبدا يعيش. دي من وجهه نظري اللي هو ليه ممكن المهندسين يعملوا كده. لمّا لمّا كنا في الجامعة مع بعض، كنت باشوفك أنت من الناس اللي هي بتكتشف نفسها بالتحرُّك، يعني أنت بتقعد تعمل الحاجات وتشوف أنت بتحب الحاجة دي والّا لأ، امم ب من غير أمّا يكون عندك الفلتر بتاع. ودي حاجة أنا معتقد الناس بتعطّلها كتير، فكرة إن أنا شكلي إيه قدّام كذا، أو الناس التانية هتفكّر في إيه لمّا آجي أعمل comic book وارسم ناس أو أعمل comics، وده حاجة أنت كنت بتعملها. أو إن أنا أطلع أعمل band أسمّيها high on body fat مع صافي، وأغني أغاني عبثية جدًا. زي جدا. ف ف أنت من الناس اللي هُم بيتحرّكوا في الحاجة اللي هُم بيحبوها وبيشوفوا هيجيبوا آخرها إيه. فهل هي اخرها يا اخري. يعني هي برضو في لحظه كده انت ممكن انت تفقد الشغف في الاتجاه ده، فاللي هو طب لا كفايه عليها كده، تعال نشوف حاجه تانية نبقى نرجع لها لما نبقى عايزينها تاني. بس أنت فقدت الشغف في حاجة وبعد كده ما كمّلتش؟ ما بتفقدش الشغف على قد ما اللي هو بتحس ان انت جبت اخرها من ناحيتك انت في الفتره دي. ممكن اكون لسه باحبها جدًا، جدًا، بس اللي هو أنا محتاج أعمل حاجة تانية دلوقتي، فهاركّز في دي وهابقى أرجع لها لمّا أبقى شحنت طاقتها تاني. ووقتها أنت لمّا بتجرّب الحاجات المختلفة دي، هل أنت كنت بتفكّر في الناس؟ لأ، أغلب الوقت بافكّر في أنا عايز أعمل إيه، أنا باحب أعمل إيه. يعني بافكّر في اللي هو في حاجة أنا باحبها عايز أعملها، هاعرف أوصل لها. اتعلّمت مؤخرًا أو اكتشفت مؤخرًا إن هو آآ لو في حاجة أنا حاسس إن إحنا مفتقدينها ك كمجتمع، وأنا باخلق الحاجة دي أو باحقق الحاجة دي إنها تبقى موجودة، غيري هيبقى محتاجها برضه تبقى موجودة. فكون إن أنا حسيت بالفراغ ده ومليته، مَلْي الفراغ ده هيفيد جمهور. وهنا بقى بتبقى نقطة الالتقاء، اللي هو أنا باشوف إيه اللي ناقص أحاول أحققه، والجمهور اللي برضه حاسس إن ده ناقص بييجي له. فهي بتيجي من كده. فإن أنا مثلًا يعني لمّا بدأنا Peace Cake كانت الفكرة إن هو وقتها في يوتيوب، إحنا بنتكلم يوتيوب 2015، 2014، كان بدأ اتجاه إن هم يعملوا مسلسلات على يوتيوب. كان ناس زي Rocket Jump عملوا مسلسل كامل اللي هو Video Game High School. كانوا سابقيننا كلّهم، كانوا إمم، برّه إمم، إمم. عاملينها بيعملوا مسلسلات وأفلام وكل حاجة. وسكتشات حتى يعني لو إحنا بدأنا، إحنا كنا بدأنا واخدين الموديل بتاع College Humor اللي هو إحنا بنعمل سكتشات. College Humor دلوقتي بقوا مدروبت وبقوا بيعملوا برامج game shows زي اللي Peace Cake بتعمله. بس هو الفكرة إن هو إحنا لمّا دخلنا في السكة الروائية مثلًا، مش ده اللي كان مسمّع مع الجمهور. اللي سمع مع الجمهور أكتر كان الformats الgame shows، الحاجات اللي هو أنا عارف أنا متوقع إيه من الأول للآخر وباجي عليها كل مرّة. والحمد لله ركبنا الموجة من أولها، إن هو بعد كده الستايل ده of يوتيوب بدأ ينتشر أكتر بكتير وبدأ ياكل. بس هي الفكرة إن هو كان الإحساس دايمًا إن في 2014 اللي هو اشمعنى هم قاعدين بيعملوا يعني في شركات بتعمل content يوتيوب مستمر وإحنا في مصر ما فيش، كلها أفراد. فكانت الفكرة في كده اللي هو طب ما تعالوا نشوف ناخد الموديل ده ونشوف إزاي نقدر نطبّقه هنا، إزاي نقدر نبنيه هنا. لإن هو أكيد في مشاهدين عايزين يشوفوا حاجة زي كده، بس متقدمة بلغتهم، بثقافتهم، بأفكارهم. وده خد وقت حتى علشان نبدأ نلاقي النقطة الصح في يعني إحنا كده كنا بنتكلم بالعربي، بس ثقافيًا في الأول كنا دايمًا نقول إن هو إحنا جمهور بيحب يقولوا الجملة دي جدًا، إحنا كنا بنعمل فيديوهات بيشوفها 6 أنفار 3 منهم أصحابنا. أيوه. لإن هو كانت النكت والإفيهات جاية من ثقافة عامة في دوائر معيّنة بتتقبلها. فعلى ما لقينا ضبطت الموجة التردُّد، زي إيه؟ ضبطت التردُّد. ضبطت التردد بالضبط. أيوه بس كنت باقول الموجة. هي الفكرة ضبطنا التردد على الثقافة العامة لأغلبية الشعب. وهنا بدأ الجمهور يكبر. أول ما ضبطنا التردد معاه وبقى دايمًا دلوقتي
الشغلانة أكتر بقت إن أنا إزاي أفضل إيدي على النبض بتاع التردد ده، إن أنا ما يفلتش منّي، لإن هو التردد دايمًا بيتغيّر علشان الجمهور بتاعك دايمًا ثابت ما بين 18 ل25 سَنة، ولكن الناس اللي عندها 18 25 سَنة ثقافيًا بيختلفوا، اللي هو كانوا millennials بعد كده بقوا Gen Z بعد كده بقوا Gen ألف اللي هو كل شوية الجيل اللي ما بين 18 ل25 بيختلف، فالتردد واهتماماته بتختلف، فأنا محتاج إزاي أفضل أقدّم المحتوى اللي ماشي مع أكبر شِق في جمهوري، فبقت دي الشغلانة، أنا دايمًا باحاول إيه، أضبط التردد وأبقى دايمًا فاهم الجمهور عامل إزاي. آمم، لمّا بدأت يعني أنا اللي باحبه سواء كان في اللي أنت بتعمله كمروان بشكل مستقل أو مع peace cake إن أنتم الاتنين مرّيتوا بفترة اللي هي أنا باقول عليها building in public إن أنت بتبني الحاجة بتاعتك دي في العلن. إمم، إمم، إمم. في صُناع محتوى كتير أنا منهم مثلًا، لسه لغاية النهارده باستكشف إيه الmedium أو إيه الحاجة اللي باستريّح فيها أكتر، إمم، فباقعد أجرّب في حاجات كتير، فأنتم جرّبتوا في حاجات كتير، يعني أنا فاكر لغاية دلوقتي إن كان في زي ما أنت قُلت في بدايات peace cake وفي بدايات الفيديوز اللي أنت كنت بتعملها ليك أنت كمروان، إمم. كنت بتحاول وتجرّب وبتبني وتقول دي ما نفعتش، طب دي نفعت، لأ ده فشل، ده نجح، ده ففي أسطورة دايمًا الناس بتقولها، وبرضه عايز أسمع منّك رأيك إن الناس دي نجحت، فهُم ناجحين من أول يوم. آه. المشكلة الناجحين من أول يوم دي جملة منطقية جدًا، إن ما فيش حد بينجح في أول يوم، ما فيش حد بينجح يعني كل نجاح مبني على فترة كبيرة جدًا، جدًا من التطوّر كفنان، يعني أنا باعتبر أي حد بيعمل حاجة فنان إلى حدٍ ما، بس هو الفكرة إن هو جزء كبير جدًا من الشغل كان آآ بنتعلّمه من أول ما بنبدأ حياتنا، لإن هو أنت في حاجات كتيرة أنت اتعلّمتها ما بين دراستك في المدرسة وتعاملك مع الناس اللي في المدرسة وتعاملك مع الناس اللي في الجامعة والاحتكاك اللي حصل هنا والاحتكاك اللي حصل هنا، أنت شخصيتك اتبنت من هذا الأساس، كل العوامل دي ساعدت إنك تبقى نجيب النهارده، ما ينفعش يعني اللي هو لو حد بيرسم حلو أوي هتكتشف إن هو غالبًا مسك قلم من وهو عنده 3 سنين وبدأ يشخبط وأهله شجعوه على الشخبطة لحد النهارده، فمن 3 سنين ل33 سنة، فدي 30 سنة بيرسم. فطبيعي إنه لمّا يوصل ل30 سَنة بيرسم، هيبقى مستواه في الرسم مهول. فهي الفكرة إن هي عوامل خفية وإحنا عادةً هي دي نظرية إن هو عادةً الإنسان بينسب حاجة للموهبة أو النجاح المفاجئ أو اللي هو ما شاء الله ده هوب طلع من يوم وليلة علشان آآ يتعامل مع أو يتعايش عقليًا مع إن هو محتاج يبذل مجهود كبير جدًا عشان يوصل لهذا فبدل ما يبقى في مخه اللي هو أنا لو بذلت مجهود هاوصل كده، اللي هو لا، ده مولود بيها. دي بتخلّي بتخلق زي نوع من الارتياح النفسي، اللي هو لأ ما هو مولود ده موهوب، ده مولود بيها فمش فأنا فكانت طول عمري نفسي أرسم، اللي هو ما ترسم، لا، لا، لأ، أصل هو عنده موهبة، هي مش موهبة، هي الswitch بييجي لمّا أكتشف إنه لأ، هي مش موهبة، هي محتاجة مجهود كبير جدًا، 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 جدًا علشان أوصل لهذا النجاح، وهي الفكرة يعني طبعًا ربنا سبحانه وتعالى بيدّي نِعَم لكل فرد بأشكال مختلفة، فأنا ممكن أدّيك نعمة إن أنت إيدك ماشية في الرسم أسرع، فمحتاج تنمية هذه المهارة تاخد وقت أقل منّك، ولكن أنت من بيئة اقتصادية ضعيفة فتنميتك للرسم ده هيتطلب إن أنت تتجاهل مسؤوليات أساسية في حياتك، في حين واحد تاني مولود إيده مش ماشية في الرسم خالص، ولكن من بيئة اقتصادية كويسة جدًا، جدًا، فأهله يقدروا يودّوه مدارس رسم، ويقدروا يجيبوا له مُعلِّم في البيت، ويقدروا يشجعوه ويشتروا له tools أكتر، وهيجيبوا له iPad Pro بالقلم وبتاع، و هيشتغل في الرسم أكتر لإن هو مش مطالب منه مسؤوليات تانية، فهنا بيتخلق الbalance إن هو لو قُلنا إن الموهبة دي نعمة من ربنا، فأنت في نِعَم من ربنا مختلفة، ممكن تبقى الprivilege إن أنت مولود في بيئة اقتصادية أعلى، ممكن تبقى أنت عندك حاجة في مخّك بتلقط العلم بشكل أسرع شوية، فهي كل واحد ليه مجموعة نِعَم مختلفة كده بيطوّعها عشان يوصل للموهبة اللي هو عايزها أو للمهارة اللي هو عايزها، فهي ما هياش مقتصرة على أنا مولود باعرف أرسم، لأ في عوامل تانية أكتر بكتير بتخش في هذا الموضوع، أنا باتكلم هنا عن الرسم كمثال، هو ممكن يبقى نفس الحكاية في الهندسة، نفس الحكاية في الكورة، نفس الحكاية في الكده، وبعد كده بتيجي من الإصرار، يعني هو محمد صلاح أصر إن هو عايز يبقى لعيب كورة، فضل مستمر عليه لغاية لمّا وصل للمستوى اللي هو فيه. أي حد تاني اللي هو يا عم روح شوف لك شغلانة، روح شوف لك مش عارف إيه، لو ما كانش عنده هذا الإصرار وهذه المثابرة ما كانش هيوصل لهذه النقطة. وخصوصًا بقى لمّا نرجع بقى لصناعة المحتوى في يوتيوب، هو يوتيوب مبني 100% على المثابرة، إن أنت بتحاول تقنع مَكَنة إن أنت
اللي انت بتعمله ده مهم للناس تشوفه، اللي هو انت حاول تقنع الالجوريزم، تحاول تقنع الخوارزميه ان هو يا جماعه الشغل ده مهم انه يتشاف من الناس. عشان اقنع ده انا محتاج ادي الالجوريزم اللي هو عايزه. اللي هو عايز ايه؟ هو عايز كميه انتاج غزيره غير متوقف وفي نفس الوقت رد فعل الناس عليها كبير، يعني اللي هو في كومنتس، في انجيج، في كده. دي الحاجات اللي بتسجل عنده اللي هو المحتوى ده الناس عايزه تشوفه، فيبدا يزود، لان هو مهمته ان هو يخلي الناس تقعد على البلاتفورم اكتر وقت ممكن، ان تقعد على يوتيوب اكتر وقت ممكن. فطالما انت الناس بتكومنت عندك وبتتفرج عليك لاطول وقت، فهيفهم ان الناس عايزه ده، فتعالى نزقها للناس اكتر، تعالى نزقها للناس اكتر. فهي انت بتلعب اللعبه بتاعت ان انا هقعد اعمل انتاج غزير عشان انمي كده. ف من وجهة نظري أنا بقى النهارده خصوصًا في صناعة المحتوى، إن هو طالما الهدف إن أنا أعمل إنتاج غزير، وإن تنمية المهارة بتيجي من الإنتاج الغزير، طب ما أنا ليه ما آخدش الإنتاج الغزير اللي أنا بانمي بيه مهارتي وأحطه للalgorithm عشان يبدأ يزق حاجتي، عشان أنا على ما أوصل للمرحلة إن مهارتي تبقى قوية بما فيه الكفاية إن أنا أخرّج حاجة بجودة عالية، يبقى الalgorithm فِهِم إن أنا حاجتي تستحق، فعلى ما الناس توصل لشغلي يبقى شغلي وصل لهذه الجودة. بدل ما ابقى انا قعدت اتعب لغايه لما اوصل لهذه الجوده، بعد كده ابدا من الصفر ان انا اعرف الناس تشوف شغلي. فهي دي وجهه نظري يعني. وأنت بتتكلم كده قاعد بافكر، لأن هو في الآخر الalgorithm ده أو الخوارزمية دي شغالة على إن هي عايزة تدّي مصلحة للمنصة اللي أنت عليها، صح. فالمصلحة بتاعتي إن أنا أودّي المحتوى اللي هو حلو أوي للجمهور، فالأساس بتاعي أصلًا الجمهور، يعني الcore بتاعي هو إن الجمهور الجمهور يحب الحاجة مش شرط يحب الحاجه أو يكرهها أوي. او يكرهها قوي، هو ان الجمهور يفضل على المنصه بيستهلك المحتوى اللي على المنصه، لان كل ما يقعد وقت اكتر كل ما اقدر اوري له اعلانات اكتر، كل ما اقدر اعمل منه فلوس اكتر بس لمّا تيجي أنت كمنصه. بالضبط، بس لمّا بتيجي في الأول خالص أنت جاي جديد وبتورّي الناس حاجتك، في ناس بتيجي تنزل فتلاقي أول فيديو عمل 5 views 6 views، بعد كده تاني فيديو عمل 3 4، في فيديو عمل 0 مش عارف إيه، تقعد بقى تقول لي إزاي عمل الصفر ده؟ بص انا بصراحه بعد كل السنين دي اللي احنا شغالين فيها في المحتوى، يعني حتى من قبل البيس كيك كنا بنعمل محتوى برضه. بقى عندي rule of thumb كده، اللي هو في قانون أنا باحب أقوله للناس اللي لسه هتبدأ تعمل محتوى. آآ وده يعتبر rule متشائم شوية، بس أنا باحس إن هو واقعي. اللي هو أنت مش هتشوف جمهور قبل 3 سنين من العمل المتواصل، يعني مش هانزّل فيديو يقعد 3 سنين فجأة يتشاف، لأ أنا أقعد 3 سنين باخرّج فيديو كل أسبوع، بعد كده تعالَ كلمني في ليه مش باعمل views. فأنت لمّا تعمل 150 فيديو، لو السنة فيها 50 أسبوع، نقول ناخد أسبوعين أجازة يا عم، السنة فيها 50، نريّح. السنة فيها 50 أسبوع، لو بانزل فيديو كل أسبوع، يعني بعد أمّا أعمل 150 فيديو ما بقيتش أجيب أرقام، تعالَ نتكلم. أنت في خلال ال150 فيديو أنت هتتطور كصانع محتوى، ومحتواك هيتغير، وهتقابل جمهور وهتسمع منه وهتتطور، وهيحصل عوامل كتيرة جدًا، جدًا، أهمها إن الalgorithm هيبدأ ياخد باله منك. algorithm يوتيوب عادةً بياخد من 3 شهور ل6 شهور عشان ياخد باله إن في تغيير أصلًا في الجدول بتاعك في الpost، يعني اللي هو أنا لو بانزّل حاجة كل حد ولقيت إن الجمهور بتاعي بييجي كل 2، وغيّرت مثلًا بقيت بانزّل كل 2، الalgorithm على ما ياخد باله إن أنا بقيت بانزّل حلقة في الأسبوع بدل حلقتين مثلًا أو كده أهو، بياخد من 3 ل6 شهور على ما نبدأ نشوف نتيجة ده. وغير إن هو بيتغيّر برضه على حسب أهداف الشركة، يعني دلوقتي يوتيوب مهتم بالshorts والpodcasts، فهتلاقي أنت لو بتعمل shorts وpodcast أكتر الchannel بتاعك بييجي عليها رجل أكتر، بس بعد كده يقول لك لأ لازم تعمل فيديوهات أساسية عشان ده يصُب في ده، صح. بس عشان تكبر محتاج ده. ففيها ألعاب وحِيَل أنت محتاج تبقى منخرط في العملية الإنتاجية دي علشان تحس بيها، إنما لو من برّه وقاعد بتنمّي في نَفْسك من غير ما تلعب اللعبة، مش هتبقى برضه مُلِم بكل تفاصيلها. يعني أقول لك إيه، أنت بتعرف تعوم صح؟ ما بتعرفش تعوم لسه؟ ما باعرفش أعوم، ما باعرفش أسوق، عشان أبقى صريح معاك، أوكي. ولا ده ولا ده، ومش عايز، ماشي، مثال بس غلط. بس أنا لو النهارده لو هاعلّمك تعوم مش هاشرح لك تعوم إزاي، مش هاقعد معاك وأقول لك اعمل إيدك كده وبتاع، هارميك في المَيّة. ما هاغرق، إيه؟ هاغرق. لأ، غصبٍ عنك أنت عندك instinct عندك غريزة البقاء، فاهم؟ أنت غصبٍ عنك أنت عندك غريزة للبقاء، مش أنت مش عايز تغرق، أنت عايز تعيش، فهتقعد ترفّص، ترفّص، ترفّص لغاية لمّا تطلع فوق. ما هو الإنسان اتعلّم يعوم إزاي؟ حد وقع في المَيّة قعد يرفّص لا، لغاية لا، ما عُم اكتشف كلابي، عُم إن كلابي. عوم كلاب. بس أنا خلاص أنا اتعلّمت إن أنا لمّا هاقعد أرفّص كده ه إيه، هاطفو، هاخد نَفَسي، هاتنفّس، بعد كده اكتشف إن هو طَب لو عملت إيدي كده
هامشي شوية، لو عملت إيدي كده هامشي شوية، بس أنا محتاج أبقى في المَيّة عشان أعرف أكتشف ده، عشان أكتشف أنهي حركة إيد اللي هتزُقّني في أنهي اتجاه أنا عايز أروح، أنهي حركة اللي هتوصّلني للبر. محتاج آخدك أرميك في المَيّة ونشوف هتروح أرجو إن أنت ما إزاي. تعملش فيّا كده. أصل أنت وأنت بتتكلم قاعد بافكّر إن هو في برضه جملة باحبها جدًا وباسمعها كتير، اللي هو إن الclarity أو الوضوح في الرؤية بتيجي من التحرُّك، يعني إمم، كل ما أنت بتتحرّك وبتسعى في اتجاه معيّن صح، بتبان الدنيا، إنما طول ما أنت في دماغك أو واقف عند حتّة معيّنة بتنظّر، آه. مش هتعرف تعمل حاجة. هي دي اللي دايمًا تلاقي ناس بتقول لك trust the process أو ثق في العملية، إن هو فلنقل مثلًا أنت عايز تعمل أي عايز ترسم لوحة، أنت لو قاعد بتفكّر في شكل اللوحة في دماغك حلو، بس أول ما تحط القلم في الورقة مش عارف تضبط الخط، مش عارف تعمل كده، وبعد كده هتخلّص الرصاص هتبدأ تحبّر، هتبدأ تحط الpaint على حسب أنت عايز ترسم أو بالألوان الflomaster بالmarkers. كل خطوة في العملية بتنمّي شكل اللوحة، وفي الآخر ممكن اللوحة ما تطلعش بالضبط زي اللي في دماغك، وأغلب الوقت لو أنت لسه مبتدئ عمرها ما تطلع زي اللي أنت تبقى في دماغك. شكلها stick figure شخص. تمام، بس أنت ممكن تقعد تطوّر في الstick figure لغاية لمّا توصل للشكل اللي أنت عايزه، تقعد عليه على حسب أنت بقى فيك نَفَس وصبر قد إيه إنك تقعد تثابر لغاية لمّا تطلّع الشكل النهائي لهذا الموضوع. بس أنت لو ما حطيتش القلم على الورقة، أنت هتفضل مزنوق في مرحلة اللي في دماغك، وعادةً الناس ما بتحطش القلم على الورقة علشان اللي في دماغها حلو أوي، فخايفة تبوّظه. هو بيبقى خوف من أنا اللي في دماغي صورة حلوة جدًا، فأنا مش عايز أحطها على الورقة عشان هتبوظ، عمري ما هاعملها صح. نفس الحكاية لو أنا باكتب script، أنا ممكن أحط النقط تفاصيل القصة بتاعتي ببداية ووسط ونهاية وlogic وماشية وكده، بس أنا أبدأ أكتب الscript الحوار رايح في حتة تانية، الشخصيات بدأت تتشكل أكتر، بدأ يطلع أفكار أحسن، عملية كتابة إن أقعد أكتب بقى 120 صفحة script فيلم طويل، القصة بتتغيّر وأنت بتكتبها، وبعد كده لمّا تقراها تاني بتبدأ تطوّع فيها، بس أنت لو ما كتبتش الdraft ده عمرك ما هتعرف التفاصيل اللي مش هتيجي من الoutline أو الفكرة اللي في دماغك اللي عامة، عندي فكرة حلوة أوي، طب ماشي حُطّها بقى على الورق وشوف آخرها فين، هنا هتبدأ تاخد بالك من مشاكل الفكرة والحاجات اللي ناقصة في الفكرة، وإزاي أقدر أطوّر في الفكرة دي، فأنا طول ما أنا قاعد في دماغي وفترة الدماغ مهمة، فترة التفكير إن أنا أبدأ أبلور الفكرة في دماغي قبل ما أبدأ أنفذ، مش فقرة سهلة وبتاخد وقت، ساعات اللي هو الأفكار أنا عادةً برضه ملعون إن الفكرة دايمًا هتيجي لي وأنا في نُص سايق طريق طويل، أضطر أركن على جنب وأكتب الأفكار أو اللي هو قبل ما أنام يعني اللي هو عندي حاجة بدري الصبح والفكرة جات لي قبل ما أخش السرير، واقعد أضيّع 3 ساعات باكتب فيها عشان أخش أنام، عشان لو دخلت أنام هتضيع. إيه اللي بيخلّيك عايز يعني تعمل محتوى أو تعمل أغنية أو يعني إيه اللي كان بيحفّزك إن أنت تعمل حاجة؟ أنا عاجبني السؤال ده لإن أنا فعلًا ما فكرتش فيه قبل كده، ما فكرتش في أنا ليه باعمل ده، أكتر من يعني باعمل ده إزاي وإن أنا عايز أعمل ده. أعتقد الحافز دايمًا بالنسبة لي هو إني أنا أقدر أعمل ده، أو في مخيلتي إن أنا أقدر أعمل ده وعايز أعمله. في حاجة عايز أطلّعها للعالم، في حاجة عايز أقولها، بس لو اتكلمنا فعلًا عن ليه، آآ الفن عامةً أسلوب تعبير عن النفس، أنت بتعبّر عن نفسك بشغلك، بتعبّر عن نفسك بفنّك، فكلنا عايزين نتشاف بس مش نتشاف اللي هو كشهرة، يتشهر، أيوه. مش إن إحنا نتشهر، بس نتشاف إن أنا بامُر بتجربة إنسانية، حياتي دي تجربة كاملة، ومتخيّل إن في كتير بيمرّوا بنفس التجربة دي، باختلاف الظروف واختلاف الأفكار، ولكن في حاجة متشابهة ما بيننا كلنا، في حاجة بتقرّبنا لبعض كبشرية، وجزء كبير من وجهة نظري من الفنان إن هو يطلّع التجربة البشرية دي للتانيين علشان أولًا يحسّوا إن هُم مش لوحدهم. يحسّوا إن هُم فعلًا حاسين بنفس الإحساس ده، إن هُم بيمرّوا بنفس الظروف دي، بيمرّوا بنفس الأفكار دي، أو إن أنا ألهم حد تاني إن هو يفكّر بشكل مختلف، إن هو يسعى إلى حاجة مختلفة أو كده، هو إن أنا شخص بيحب يحكي، هو مش أنا بس اللي باحب أحكي، هو إحنا كبشرية بنحب نحكي، إحنا كبشرية اتطوّرنا كمجموعة إنسان كهف بيتلمّوا حوالين النار بيحكوا لبعض قصص، بيحكوا شُفت ديناصور هنا يالّا نروح نصطاده بكرة، مش عارف إيه، والحكي والسرديات هي اللي نمّت الحضارة كلّها، سواء حكي إن أنا باحكي قصة كده، سواء إن أنا بارسم على الجدران بقى، سواء إنسان أو الفراعنة أو المصري القديم كان بيرسم على الجدران بيحكي قصص، بيوصّل ده تعبير حَكي بالفن علشان
نتقدم في الحضاره. جزء كبير جدا من تقدم الحضاره كان بيجي عن طريق ان انا بالفن بتاعي بزق وبلهي الناس وبحرك وبعمل او حتى بوثق علشان الاجيال اللي جايه تبني من بعدي. ف... فاعتقد دي غريزه جوانا ان احنا دايما عايزين نزق البشريه لقدام بهذا الشكل. فكل واحد بيعملها بطريقته، اللي هيبني هيبني، اللي هيرسم هيرسم، اللي هيغني هيغني. كل واحد عنده حاجه هو عارف يعملها او هي عارفه تعملها علشان نزق الحاجه دي لقدام. بالنسبه لي حاسس ان الانسان يعمل فن، دي غريزه طبيعيه جدا. ان هو زي ما انا بتكلم معاك كده بنعبر عن بعض، لا طب انا مش عارف اعبر عن نفسي بالكلام، فهعبر عن نفسي باغنيه، هعبر عن نفسي برسمه، هعبر عن نفسي بفيلم، هعبر عن نفسي بمسلسل، هعبر عن نفسي برقصه. كل واحد هيعبر بالشكل اللي هيعبر بيه، بس في الاخر حد تاني هيبص عليها ويحس نفس الاحساس، ينبسط. ابسط حاجه ممكن توصل لها انك تبسط حد. يعني ده بالنسبه لي ده اول خطوه. بس انا ممكن الهم حد، ممكن اخلي حد يحس ان هو ايه ده في حد تاني بيفكر زيي، ايه ده في انا ما كنتش متخيل ان انا مش لوحدي في ده خالص، انا ما كنتش متخيل ان في اصلا افكار زي دي ممكن اطبقها في حياتي، دي حاجه جديده. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا انك توصلها لحد و... وانك توصلها لحد بشكل فني اسهل بكتير من ان انا اقعد اتكلم معاك. يعني اقول لك على فكره في فكره فلسفيه اسمها مش عارف ايه بتاع. دماغك فكك مني. انما لو انت قاعد بتتفرج على فيلم وشفت الممثل اللي انت بتحبه بيعمل حاجه اللي هو ايه ده وانا ممكن اعمل كده، طب ما انا ما بعملش كده ليه؟ انت بتحب كريستوفر نولان جدا، هي دي فكره انسبشن. انه انسبشن هو بيتكلم عن السينما مش الاحلام. هو بالنسبه له هو عامل انالوجي في الاحلام، بس هو قصده السينما. ان انا ممكن لما انت تتفرج على فيلم ازرع فكره في مخك وتحس انها فكرتك، وتخرج من الفيلم فاكر انها فكرتك فتنفذها. هو ده هي دي السينما من فلسفه نولان. ان هو لما فرج الراجل على الحلم جوه واقنعه بالفكره جواه وصحي من النوم اتزرعت في دماغه كانها فكرته. هي دي السينما. ده اللي نولان بيحاول يقوله بالفيلم. ان هو يا جماعه السينما زي الاحلام اللي في انسبشن، بنزرع قيس على ده بقى كل الاعمال الفنيه المختلفه. انا ممكن باغنيه احط في دماغك حاجه او احسسك بحاجه. ناس كتيره جدا بتسمع اغاني علشان تلائم مع الإحساس اللي هي بتمُر بيه في هذه الفترة في الحياة. في ناس تسمع أغاني حزينة عشان تنبسط، عشان اللي هو حزن الناس التانية يفرّحها في حياتها، اللي هو طَب أنا مش لوحدي في الحزن ده. أو يسمعوا أغاني فرايح يتغيّر مودها، أو أغاني غاضبة فيفِش الغضب بتاعه فيها. إن هو إحنا عبارة عن فاهم، كورة لحمة مليانة مشاعر. ف فأي حاجة بتساعدنا على إن إحنا نتعايش مع المشاعر دي بنروح لها. فالناس اللي تقدر تعمل أعتقد ما بيبقاش عندها قدرة على إن هم ما يعملوش. مش عارف أشرحها إزاي. إن هو هو عنده حافز أنت الحافز من داخلي. جوه، أنت غصبٍ عنك عايز تعمل ده، ومش هتعرف تمسك نفسك عن إنك تعمل ده، لإن أنت في لحظة بتحس إن هو أنت مخلوق علشان تعمل ده، إن هو ده هدفك في الحياة. إن أنا هدفي الحياة إن أنا باحتاج أخرّج ده. تحس كأنك ملبوس كده. إمم. أنا هدفي الحياة إن أنا أخرّج ده. باحس كده إن هو في ناس كتيرة صُناع محتوى بأشكال مختلفة، سواء كان كُتّاب أو musicians أو إمم. film makers وكده، كلّهم بييجي يقول لك أنا لو ما خرّجتش الفكرة دي من دماغي هاتجنن. أنا عندي فكرة أعمق من كده. إن هو أنا لو ما خرّجتش الفكرة دي الفكرة هتروح لحد تاني يخرّجها. بس مش فأنا هاخرّجها بالشكل اللي أنت مش عامله. هاخرّجها بالشكل اللي أنا عمره ما هاخرّجها زيي، لإن هو ما حدش عارف يخرّج حاجة زيي، لإن أنا هاخرّج حاجتي بشكل معيّن جدًا. بس الفكرة هتخرج. يعني الفكرة عايزة تخرج. فلو أنا ما خرّجتهاش حد تاني هيخرّجها، فأنا محتاج ألحق أخرّجها قبل ما حد تاني يخرّجها. اللي أنا حاسّه برضه إن أنت بتفكّر أكتر في إن أنت تعمل حاجة اللي أنت بتبسطك، إمم. وفي نفس الوقت هتشاركها مع الناس. فالناس أنا باحس إن إحنا ليه بنتفرّج على محتوى أو بنستهلك محتوى، إن هو أوقات بنعوز نحس إن إحنا مش لوحدنا، إمم. إن إحنا عايزين نحس إن إحنا جزء من مجموعة. يعني حتى لمّا الناس بتتفرّج على مسلسلات ييجي يقول لك: "إيه ده أنت ما اتفرّجتش على ده إزاي؟ ده أنت لازم تتفرّج صح. عشان نتكلّم عليه." عشان نتكلّم عليه عشان يبقى في نوع من أنواع التواصل. بالضبط. وفي نفس الوقت باحس إن في نوع تاني من المحتوى وِحِش جدًا، اللي هو في صحفية باحبها في أمريكا كانت بتيجي تقول لك إن enragement equals engagement، إن إمم. أنا أعصّب الناس جدًا صح. هيساوي تفاعل جامد جدًا. آه. فإحنا عندنا دلوقتي في صناعة المحتوى عندك نوعين من المحتوى، إمم. النوع اللي أنت بتتكلم عليه اللي بيلهم، بيعلّم، entertain. بينترتين. وعلى فكرة يعني أنا عايز أقول التفاهة مهمة جدًا.
يعني اللي هو عادي إنك كل اللي أنت بتعمله بهدف التفاهة والentertainment فقط، بغض النظر عن أي حاجة أعمق من كده. ده في حد ذاته مهم، لإن هو في أوقات كتيرة أنت فاهم ممكن تنقذ حياة حد. عشان عايز يبقى عايز escapism، بالضبط، عايز أهرب. حد زعلان، حد حاسس بحاجة ضاغطة عليه، حد بأي حاجة، إحنا الظروف صعبة جدًا. فلو أنا عملت حاجة عبيطة ضحكت حد وهو انبسط وخرج من المود بتاعه، ده في حد ذاته إنجاز. مش ما باحبش التقليل منه، اللي هو إيه يا عم العبط اللي أنت بتعمله يا عم أنت مال العبط ممكن مش مناسب ليك، في ناس تانية بتحب العبط ده، سيبهم ينبسطوا. وحاسس إن أنت مش لازم تعيش حياتك كلها عميق، يعني مش لازم كله. خالص، مش لازم تعيش حياتك كلها عميق، بالعكس أنا باحب حتى إن هو في قلب العمق نبقى بنسفّه عشان خاطر اللي هو باشا ما حدش هيخرج منها صاحي. أنا حاسس إن هو على فكرة جزء من ثقافتنا كمصريين، وحاسس إن جزء من ثقافتنا كعرب عامةً، بسبب الظروف اللي إحنا بنمُر بيها، إن أوقات حتى في المواقف الحزينة بندوّر على ضحكة. آه، هَم يضحّك وهَم يبكّي. فدي إن هو حاجة. الضحك بيبقى التعامل مع الموقف مُعتمد كبير جدًا على الضحك، عشان تعرف تتعامل معاه، عشان تعرف تتعايش معاه، ما أنا لو ما ضحكتش عليه هاعمل إيه؟ هافضل قاعد زعلان، ما هو ما فيش مش هيبقى موته خراب ديار. بس الenragement الشِق التاني بقى إن أنا باعصّب الناس علشان أتشاف. هو هو ده نابع جدًا من النت قبل أي حاجة، بس هو موجود من قبل كده. يعني كان دايمًا هتلاقي ال دايمًا في اللي هو البرامج الإخبارية والبرامج التلفزيونية المعارضة اللي بتتكلم يعني ممكن مش هنا مش أوي، بس في أمريكا مثلًا هتلاقي دايمًا اليمينيين ليهم البرامج بتاعتهم واليساريين ليهم البرامج بتاعتهم أو الليبراليين وده بيتعصب الناس على دول، ده بيعصب الناس على دول لأغراض سياسية ولأهداف تانية، إن هو أنا محتاج ألِم الفريق بتاعي ورايا، محتاج ألِم الفريق بتاعي ورايا وكده أهو. ولكن النت غيّر الموضوع ده إن هو أولًا الanonymity أو إن هو ما إن أنت تبقاش تبقى مستخبي. إنك تبقى مستخبي ورا account ورا حاجة حمادة الناس مش power. شايفاك، فتقدر تقول كلام أنت مستحيل تقوله في الحقيقة. يعني في بجد comment منتشر على تويتر اللي هو معلش خُد الكلام ده وروح لأبوك اقراه له بصوت عالي وشوف شوف هيعمل فيك إيه. اللي هو أنت لو في العادي عمرك ما هتقول الكلام ده أصلًا بصوت عالي في الحقيقة، بس القناع ده سهِّل على الناس إن هم يقولوا الكلام ده، وهُم يعبّروا عن نفسهم ويخبّطوا في كل حد، برضه من الظروف، إن الظروف قامعة ناس كتيرة جدًا، جدًا، بيحسّوا إن هو أنا محتاج أعبّر عن نفسي، محتاج أفضفض بأي شكلٍ ما، وجزء من بيبقى تلطيش في اللي حواليك، ما أنت لو أنت حاسس بضغط هتبقى عايز ترفّس. صُناع المحتوى بقى اللي بيعملوا كده بيبقوا عايزين انتباه، اللي هو تعالوا بصّوا لي، اسمعوا لي، ركّزوا معايا، عشان حاسس إن أنا ما عنديش صوت، وحاسس إن أنا لمّا باتكلّم ما حدش بيسمعني، فأنا هازعّق وأعمل بهلوان عشان الناس تركّز معايا، زي واحد ينزل يصوّت في الشارع. بس هاقول لك حاجة، يعني مثلًا أنا هابُص لها من ناحية برضه إن، وأنا متأكد إن ده أنت بتشوفه، إمم، سواء كان على صعيد مروان أو peace cake، إن إمم، دايمًا أكتر comments بتيجي أوقات هي الcomments اللي هو راجل عايز يخبّط وخلاص. إمم، يعني الناس اللي بيحبّوا الحاجة أوقات مش بيسيبوا comments، أنا باحس صح، كده، أوقات اللي هو في تمام. كتير في الأول بالذات بتبقى دايمًا كده، لغاية لمّا تبني قاعدة جماهيرية أكبر شوية، بتبدأ الناس اللي بتحبك تبدأ فعلًا تعبّر وتتكلم وتكتب في الcomments، وهي ده بيتطلب مجهود عظيم جدًا إن أنت بقى تبدأ تشكِّل جمهورك إن هو يلفظ أو يبتعد عن الناس اللي هتقول لك حاجات سلبية، وهي دي بتحتاج بقى هندسة في المحتوى ذات نفسه، إن هو إزاي أخلّي المحتوى بتاعي آمن بما فيه الكفاية إن ما حدش يعرف يمسك عليَّ حاجة يقولها بشكل سلبي. بس أنتم لمّا بدأتوا ما كانش في اللي هو ما كانش في ده لأ خالص، الناس اللي بتسيب رَد فعل سلبي؟ كان أكتر رد فعل سلبي، لحد النهارده في ناس بتسيب رد فعل سلبي، الناس بتسيب اللي هم لإن إحنا الحس الفكاهي بتاعنا مختلف عن ناس مختلفة، بنعمل حاجات مختلفة إلى بشكل كبير، ده بالذات في الكوميديا كل الناس عندهم رأي، لو حاجة ما ضحكتكش هيخش يقول فاهم، وطبيعي وأنا شخصيًا بييجي لي يعني في ناس تقول لك أنا باحب بيس كيك بس ما باحبكش أنت شخصيًا، أنا ما باحبش الكوميديا بتاعتك أو باحب اللي هو طبيعي، وأنا عارف إن أنا باوجه يعني أنا كوميديتي أنا شخصيًا ذوق معين جدًا بيعجب ذوق معين وما بيعجبش أذواق تانية، ومتفهم ده جدًا، 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 بس هو الناس عندهم استحقاقية إن أنا هاخش أقول لك إن أنت دمك تقيل أو إن أنت مش عارف إيه أو، بس ده ما أو. يخلّيكش تُحبط كده شويتين أوقات لمّا بتشوف comments أو أنا لمّا بدأتوا في الأول؟ بيتقال لي إن أنا دمي تقيل من أيام المدرسة، بعد كده لمّا طلعت عملت stand up ولقيت الناس بتضحك فعلًا، عرفت إن هي أذواق،
اذواق اذواق أذواق. اذواق هي اذواق. ان هو في ناس هتحب ده وهتضحك عليه جدا، وفي ناس عمرها ما هتحب ده وعمرها ما هتضحك عليه. وانا حتى كوميديتي مش ثابته، يعني ساعات لو بجرب في اوقات معينه بقلش وبقول حاجات انا قاصد انها تبقى وحشه عشان انا بتسلى عليك. فانا بقول لك حاجه تضايقك عشان انا انبسط. ده اتجاه. في اتجاه تاني لا، انا عارف ان ده هيضحك هيروح للجمهور على طول. في النص اللي هو التجربه، اللي هو انا بجرب هل ده فعلا بتضحك ولا لا. اغلب الستاند اب كوميديانز بره بيطوروا حرفتهم في الكتابه كده، ان هو بيروح كل اسبوع يجرب قدام جمهور مختلف، فالنكته دي ضحكت، النكته دي ما ضحكتش، ويكتب ويصلح تحس إن فيهم ناس بيروحوا كوميديتهم مبنية كلها على المواقف اللي بياخدوها من الجمهور. ده دلوقتي. آه. ده دلوقتي بالذات عشان خاطر ده كمان اللي بيسمع على تيك توك وانستجرام اكتر، ان انا هعمل حاجه انتراكتيف تحصل لي حاجه في الجمهور، اوف بص الجمهور عمل ايه وبتاع مش عارف ايه. لدرجه ان في ناس هنا اللي سمعت ان هو كمان بيبقى هم حاطين ناس في الجمهور تبعهم علشان يعملوا المشهد كله على بعض، وما اشكش ان كمان بره في ناس بتعمل كده. ده 100%. وعامه بصراحه انا ما بعتبرش ده حتى ان هو انت بتخدعني او كده، بالعكس هو انت جاي تشوف performance، انت جاي تشوف اداء مسرحي على حد على المسرح. ممكن اكون انا متفق مع حد من الجمهور يلعب معايا، ده جزء من الاداء، جزء من المسرحيه. انت جاي تشوف مسرحيه على المسرح، هل لازم يبقى كلهم قاعدين على المسرح؟ لا. مش لازم أبقى واقعي بالنسبة لك مش يعني. لازم ابقى واقعي، مش لازم يعني كلها ادوات مشروعه في انتاج العمل، طالما الناس خارجه مبسوطه ومصدقه. هو الناس بتصدق المصارعه الحره، الناس داخله مصدقه ان الاندرتيكر فعلا، وان جون سينا لما يعمل كده بيختفي. انت إيه ده، هو داخل. المصارعة الحرة مش المصارعه الحره حقيقيه جدا، انا أيوه، 100% أيوه، 100% حقيقيه صح. أيوه أنا مقتنع ايوه ايوه، لا لا بكده. لا، هي صح، هي حقيقيه، هي حقيقيه، لو ما كانتش حقيقيه ما كانش في ناس هتموت. صح. آمم اعملوا جوجل لكلمه اسمها كي فيب، KAYFABE. ده إيه ده؟ كي فيب هو اللي المصارعين بيقولوه على اللي هم ما بيقولوش هي حقيقيه او مش حقيقيه، بيقولوا فيه كي فيب. الكي فيب ده معناه ان هو فيه performance حقيقي وقصه احنا بنلعبها. هتلاقي ده برضو موجود في الرابرز. الرابر لما يطلع يغني هو بيرسونا، فاكيد سنوب دوج مش كده في حياته الطبيعيه. أنا حاسس إن هو كده في حياته طبيعية. يعني فيها حاجات منه، بس هو في الاغنيه او في ادائه على المسرح هو معلي من نفسه، يعني هو مدي نفسه بلس بلس اللي هو انا شخصيتي بس بزياده، معلي فيها عشان اعمل الاداء بتاعي ده علشان خاطر الناس. فاللي هو لما يبقى كل الرابرز عندهم اخصام وكل الرابرز اجمد ناس وكلهم بيتكعبلوا في البارات، ما هو ده جزء من البرفورمانس. انا لو ما عملتش كده هبقى يعني هلعب اللعبه ازاي؟ هو محتاج كل واحد يلعب اللعبه بشكل مختلف. عشان كده مثلا لما كاني كان اول ما طلع كان مختلف، ان هو كان جاي من انا النيرد بتاع المزيكا اللي مش عارف ايه، بس بص انا بعمل ايه، فبقى غريب بقى مختلف. كل واحد بيلعب شخصيه مختلفه عشان يوصل. ونفس الحكايه هنا، هي ده جزء من اللعبه ان انا مش عارف احنا جينا هنا دلوقتي جينا هنا ازاي. دلوقتي مش عارف كاني بيعمل إيه، بس تمام. لا دلوقتي ما بنعترفش ان كاني موجود خالص بعد بس ايه يعني هو نرجع ان هو الشخص اللي على المسرح الستاند اب كوميديان بيعمل كده هو، والانتراكتيف علشان يوصل للناس. كل الناس بتبرفورم عشان توصل لاكبر عدد من الجمهور، فنوصل للناس بتاعت الانريجمنت، وان انا عايز اصلا هو بيلعب كاركتر عشان عارف ان ده هيجيب له جمهور، والجمهور ده هيجيب له هيترجم لفلوس. الناس كتير جدا بنت بيزنسز كامله على ان انا بعمل محتوى غاضب بينقم على كل حاجه، ف فيتلم حواليا الجمهور الغاضب ده، سواء بقى بشكل ايجابي. انا بالنسبه لي بشكل ايجابي زي علاء الشيخ مثلا او عبد العاطي، هم بينقضوا حاجات فعلا موجوده في المجتمع بجد. بس في مثلا ناس زي بن شابيرو ولا الراجل بتاع انفو وورز ولا الناس دي، دول ناس بتزرع الفتن. يعني دي ناس بتخلق فتن علشان الناس اللي مؤمنه بنظريه المؤامره تتلم حوالين الفتن دي وتتعصب عليها فيدوم فلوس. ف ف ف بيستغلوا ده جدا. الحمد لله احنا ما وصلناش لهذه المرحله هنا. عندنا ناس قليلة شبه كده، كل بس الناس بس قليلة. الحمد لله يعني اغلب الناس بتفلت وبتلقط ان الشخص ده مش سوي او بيقول حاجات غير سويه، ما عدا في بعض الحالات النادره مثلا. مش هنخش في التفاصيل، مش نرجع هنخش في لموضوعنا تفاصيل خالص. انت دلوقتي. لسه بتاكل بيتزا. أيوه. كل الرحلة بتاعتك دي أنت كان عندك حاجة اسمها ADHD. مش عندي في ناس ما حاجه. تعرفهاش. عندي حاجه. عندك حاجة، عندك عندي حالة. هي مش يعني بص، لو هنسمي الحاجات بمسمياتها أيوه. فهي تعتبر اعاقه ذهنيه. مش هاقول عليها إعاقة، هاقول عليها رفيق كفاح. لا مش رفيق هي
ال ADHD يعني هو attention deficit هو hyperactivity بالعربي اسمه إيه؟ disorder. بالعربي متلازمة فرط الحركة وقلة التركيز تقريبًا، حاجة فرط زي كده. الحركة، فرط فحركة الحركة، كتير، حركة كتير وقلة تركيز. فأنت عندك فرط حركة وقلة بس هو الفكرة إن هو كلمة فرط حركة تتخيل إن أنا قاعد بارعش، بس هو ممكن يكون فرط الحركة جوّه الدماغ، وده كان من أسباب إن هو ما كانوش عارفين يشخّصوا بنات كتيرة، لإن هو في أشكال مختلفة من الADD. في اللي هو الhyper active أو اللي هو الحركة كتير، وفي الinattentive اللي هو أنا باسرح كتير، وفي الmixed. أنا الحمد لله mixed ما شاء ساعات الله عليك، بافرهد فريد من وساعات نوعه. بس هو الفكرة إن أنت بتتسحل جوّه دماغك ودماغك بتروح الصح إن هو بيبقى في نقص دوبامين. الدوبامين في الدماغ ده الدوبامين ده اللي هو الهرمون اللي بيضرب عشان السعادة. الهرمون اللي بيضرب عشان المكافأة. لأن أنت بعد ما بتعمل حاجة بتُكافئ عليها، فمُخّك بيقول لك اعمل منها تاني. فأنت مُخّك آآ under stimulated. آآ يعني اللي هو لو مُخ الناس الطبيعي هنا ك كت كت كتنبيه وانتباه، أنت مُخّك هنا في الانتباه، فهو دايمًا بيسعى إن هو حاجة تجذب انتباهه علشان أنا مُفتقد الانتباه تمامًا. فأنا عايز أركّز في حاجات كتيرة أوي، فبيروح من هنا لهنا، 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 لهنا. بس لمّا بيشبط في حاجة عاجباه، بيشبط فيها أوي، لدرجة إنت ممكن تفقد الإحساس بالزمن. أنت ممكن تقعد بقى مركّز على شغلانة أنا قاعد على edit فجأة اللي هو إيه ده في 10 ساعات عدّت وأنا مش واخد بالي، بس أنا خلّصت الفيديو بس. فهي بتبقى ما بين عدم تركيز تام أو تركيز أقوى من أي حد تاني، بس الفكرة أنت ما تتحكمش فيها. بس لو هنعرّف الحاجات بأسمائها، لإن هو دايمًا أغلب الناس يقول لك أصل ADHD دي super power. بُص أنت creative ومخّك بتروح بتعمل ارتباطات بحاجات مختلفة عشان أنت مخّك أسرع من الناس الطبيعية. بس هي متلازمة على نفس الطيف مع التوحُّد والOCD والdyslexia والdyscalculia. هي مجموعة متلازمات مختلفة اسمها neurodivergence، أو إن هو إن أنت مخّك تركيبته مختلفة. فأنت دلوقتي في كل اللي أنت بتعمله ده أنت مخّك متركب بطريقة مختلفة. ممكن يترجم بطريقة مختلفة، وهي تعتبر إلى حد كبير إعاقة، لإنها بتعوقني فعلًا عن إني أعمل بعض الحاجات زي الإنسان الطبيعي. هل عاقتك في الأول خالص لمّا هي بدأت؟ بتعوقني لحد النهارده. هي الفكرة إن هو أنت الفكرة إن أنت تتعلم إزاي تتعايش مع هذه الإعاقة، علشان توصل للي أنت محتاجه، وإزاي تستغلها ل ل ل مصلحتك لمصلحتك ومنفعتك. بس هي المشكلة عشان هي إعاقة خفية، ما هياش زي الإعاقات الجسدية مثلًا أو كده فالناس دايمًا بتقلل منها اللي هو بس أنت هتقارن نفسك بالمعاقين اللي بجد. أو اللي هو يا جماعة، بتمثّل أو بس هو يا جماعة ما هو بُص يعني أنا كده شخص أنا دلوقتي يعني مش شايف كويس، فدي إعاقة. لمّا بالبس لها نضارة بقيت باشوف. الناس بتفتكر إن هو خلاص أنت طالما لابس نضارة إذًا أنت مش ما تقدرش تقول على نفسك معاق، أو ما تقدرش تقول على نفسك إعاقة، لإن هو في stigma كده حوالين الإعاقة، اللي هو لأ، هو كلمة إعاقة معناها إن هو أنا محتاج حاجة تساعدني إن أنا أتخطى بعض المعوقات ليّا في حياتي، بس غير كده أنا باقدر أعمل كل حاجة تانية. بس في ناس بتيجي تقول لك أنا عندي ADHD هو مش عنده، هو بس بيقولها، يعني بقت موضة. هل في ناس بتفتكر إن فاكراها موضة وبتطبّقها لأنها موضة؟ مش هانكر إن في ناس ممكن تستغل ده، خصوصًا إن هو الموضوع كان trending حاليًا. بس هو المشكلة إن هو الآليات بتاعة تشخيص الحالة دي تطوّرت مؤخرًا، ولفترة طويلة جدًا كان يمسك الواد لعبي أو البت بتسرح. فاهم؟ اللي هو مش الطب ما كانش مُلِم إحنا لحد فترة قريبة جدًا كانوا فاكرين إن الرجالة بس هي اللي بييجي لها توحُّد، ما كانوش عارفين إن الستات ممكن يبقى عندها توحُّد، لإن آليات التشخيص التوحُّد في الستات أقول لك حاجة، في 50% من الستات اللي كانوا في أمريكا الstatistic ده، إن هو 50% من الستات اللي كانوا بيمرّوا بheart attack ودخلوا المستشفى عشان عندهم heart attack رجّعوهم البيت علشان الأعراض بتاعة الheart attack في الستات مختلفة تمامًا عن الرجالة، وهُم كانوا عارفين بتاعة الرجالة فقط. فقال لك الست لأ أنتِ تلاقيكِ بس قلقانة شوية وارجعي، وهي حرفيًا بتمُر بheart attack بس عشان الأعراض مختلفة. فهو الطب أصلًا لسه في حاجات بتتطور، فلو ده في حاجة جسدية زي حرفيًا heart attack وتروّح وفي منهم بيموت، لإن هو الدكتور مشخّصها إنها مش heart attack لإنها مش شبه الشكل المعتاد. ف فكمان في حاجة خفية زي الADHD زي مش عارف إيه، اللي هو صعب تشخيصها، وبتبقى لازم تتشخّص إن هو كانت عندك من وأنت طفل، من مولود بيها. فعادةً في التشخيص بنقعد نرجع نفتكر وأنت صغير كنت بتعمل كذا، وأنت صغير كان بيحصل لك كذا، والمشكلة إن هو الADHD ساعات اللي هو بيبقى شاطر جدًا مثلًا في الدراسة، ومع إن هو متصنّفة كإنها إعاقة في التعليم. فلو أنت شاطر في الدراسة، أنت إزاي شاطر في الدراسة وأنت عندك ADHD؟ اللي هو كده في تفاصيل بتصعّب الموضوع إن هو يبان. فلمّا الموضوع وضح شوية والناس بدأت تتواصل مع بعض من إن هو في دلوقتي
اشهر حاجه انه على تيك توك الناس بتتكلم عن تجاربها في الموضوع ده، والناس بتتواصل مع بعض. عاده انت لو مش حاسس انك فيك حاجه غلط، عمرك ما هتفكر ايه ده انا بيحصل لي كده. الانسان الطبيعي لو قلنا إن ممكن نقول حاجه زي كده، عمره ما يفكر اللي هو ايه ده انا بيحصل لي ده كده كتير. وفي ناس يقول لك اه يا عم كلنا بنعمل كده، بس هو الفكره ان كلنا بنعمل كده، يعني لو كلنا ما بنركزش ساعات او كلنا بنسرح أو كده، لا انت لو بتسرح بدرجه تخليها تعوقك عن الحياه، هنا بقت ديس اوردر. فانت ممكن يكون عندك بعض الاليمنتس ان كلنا بشر وبنتصرف زي بعض، بس الفكره ان لو وصلت لمرحله تخليك تعوقك عن الحياه فعلا بتحتاج لها علاج، سواء بقى علاج عن طريق الثيرابي او علاج عن طريق الادويه او مجرد تتعلم ادوات للتعايش مع الموضوع في حياتك يعني ممكن انت ممكن تعيش حياتك كلها من غير ما تحتاج اي نوع من بس انت عندك سيستم وتكنيك لحياتك بتمشي عليه بيخليك تعمل كل حاجه. ان هو مثلا انا مش هعرف اكتب غير وانا مشغل مزيكا، مش هعرف اعمل برزنتيشن غير والتلفزيون شغال، مش هعرف لو ده اللي هيحلها لك تمام. وساعات بتبقى دي انت مش محتاج اكتر من كده اللي تتعايش معاهم. في ناس بيبقى عندهم اكتر بكتير، اللي هو انا مش هعرف امتحن لو انا مش واخد الدواء. يعني في اطفال محتاجين ادويه فعلا عشان يعرفوا يذاكروا، عشان يعرفوا يعملوا كده. فبس هو عشان اليات التشخيص دلوقتي بقت اكتر، فبدأ الناس بتتشخص اكتر، لان الناس بدأت تشك في نفسها وتروح تتشخص. فبقى فتحس ان هم كتروا. بس هو الفكره ان هو بس هم كانوا موجودين بس احنا مش شايفينهم. زي اللي يقول لك وكان فين السرطان ده من 300 سنه؟ عادي ما كناش بنعرف نشوفه بس هو طول عمره موجود. بس انا اول ما بعرفه، يعني كان في لما الناس الستاتستيك اللي بحبه جدا ان هو لما الناس بطلت تضرب الناس الشوله انها تبقى تكتب باليمين، عدد الشول في المجتمع زاد جدا. بعد كده وصل لمرحله وخلاص ثبت، اللي هو دلوقتي اعتقد 30% من الحاجه او مش عارف كام من البوبيليشن، بس اللي هو وصل لنسبه معينه وثبت عندها. بس قبل ما يوصل النسبه دي اللي هو ايه ده الناس كلها بقت شوله، الناس كلها، لا هو الفكره ان هو بس الناس اللي كانت مخبيه انها شوله طلعت على المجتمع قالت لهم انا موجود. فخلاص وصلت للمرحله بعد كده. انا عمر ما المجتمع هيزيد عن ده في الاشهر، عمر ما المجتمع هيزيد عن ده في الاي دي دي. انت تحس بس ان هو زاد لان في مشاكل قله تركيز مختلفه تانية النهارده، من النت، من السوشيال ميديا، من فالتشابهات مع دي مع الاي دي بتخلي الناس تفتكر ان ممكن يكون عندها. فانا بصراحه انا بنصح ان اي حد حاسس انه عنده وشاكك فعلا، قبل ما يقول انا عندي يبدا الاول يلجا للتشخيص الطبي. لو في دكتور متخصص، يعني قبل ما ابدا اقول على نفسي ان عندي اي دي اس دي اتشخصت 3 مرات من 3 دكاتره مختلفين، بعد كده عشان اقتنعوا. نأمن بس عشان نأمن. عشان اقتنع. لا والموضوع ده خد يعني 5 6 سنين، لان برضو ده هيعيد تفكيرك في كل حاجه حصلت في حياتك. ان هو إن الشخص اللي قال عليك كسلان في 5 ابتدائي عشان مش عارف ما ذاكرتش حاجه بالشكل الفلاني، الشخص اللي مستغرب طريقتك في الكلام، الشخص اللي بيخلّيك ما عندكش كل إحساس بالذنب على 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 اللي الاخطاء فات. اللي على آه، اللي فات الى حد ما. صح. بس كده فالفكره ان هو انت بتتعلم تتعايش معاه. بس بصراحه يعني لو هنتكلم بجد، مش هنكر ان هو جزء كبير جدا من نجاحي برضو هو ده، ان هو حته ان انا بيخليني اسعى ان انا اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. اللي انت قلتها في الاول ان انا بعمل كذا حاجه وبروح اجري ورا الحاجه واجربها وكده، هو لان ده بيجي ان انا مخي عايز ستيميوليشن، عايز الدوبامين. فشايف الدوبامين في المزيكا فهروح اعمل مزيكا، شايف الدوبامين في الرسم هروح اعمل رسم، شايف الدوبامين في السينما كده وان انا بقى مهووس بالحاجات اللي انا بحبها. بمعنى مهووس مش مجرد اللي هو انا بحب السينما، لا انا مهووس بيها بكل تفاصيلها، بان انا هعملها بفكر بخش بعمق قوي فيها. ومشكله انت ما بتتحكمش حتى في يعني ممكن مره كده اللي هو المماليك كانوا بياكلوا شاورما، وتخش فاهم 4 ساعات على ويكيبيديا لغايه لما تعرف مين اللي اخترع الشاورما، هل المماليك كانوا بيعملوها في الصاج ولا في القيصر. كلوا شاورما؟ ما اعرفش، ما ماشي. بدورتش فيها. بس اللي اعرفه ان الشاورما هي طلعت من مصر في العصر العثماني، والعثمانيين أنا كانوا بس عايز أسأل بس سؤال، هو أنت دماغك فعلًا بتاخدك في رحلات كتيرة جدًا. زي بالظبط. هو بالظبط احنا رحنا للعصر العثماني مع الشاورما واحنا بنتكلم عن الاي دي اتش دي. بس أنا عاجبني فكرة إن أنت الأول ما افترضتش الحاجة، أنت رُحت دوّرت على حد يقول لك هل دي حاجة فعلًا والّا لأ، اه وبعد كده بدأت تشوف مميزاتها إيه وعيوبها إيه، وبعد كده برضه ادّيت نَفْسك المساحة بتاعة اللي هو أنا فهمت نَفْسي أكتر، فبالتالي أنا هاعرف أتعامل مع الوضع ده. بالظبط. آمم، ولانها وراثيه فانا عارف اتعامل برضو مع اهلي واهلي، اللي هو ان انا بشوف نفس النمط. قد لا يكون هم عندهم نفس الحاله، ولكن في انماط معينه ورثتها. فبعرف اتعامل، بعرف افهم
هم ليه كده واقدر اتعامل معاهم. ما بتحسش إن إحنا في مجتمعنا المصري إمم. عندنا مشكلة؟ يعني زمان أنا متخيّل إن حاجة زي علم النفس أو الطب النفسي ده كان موجود لطبقة اجتماعية معيّنة، صح. ودلوقتي بقى متاح لأغلبية الشعب، يعني آآ مش حاسس إن هو جزء من مشاكلنا كانت دايمًا ليها علاقة بإن إحنا مش فاهمين نفسنا؟ هو جزء من مشاكل الإنسان عامةً إن إحنا مش فاهمين نفسنا في المطلق، فعشان كده والطب النفسي خد وقت كتير جدًا على ما تطوّر برضه. وفي مشكلة تانية especially لو إحنا هنتكلم على مصر، دي حاجة أنا بدأت أشوف ناس تتكلم عنها أكتر، إن هو أغلب علم النفس اللي شغال دلوقتي متطوّر من الرجل الغربي الأبيض، كلّه من الغرب، بثقافته. أيوه. فتلاقي الدكاترة النفسيين اللي هو طب ما تقطع علاقتك بأمك، طب ما تقطع علاقتك بعيلتك واستقل، اللي هو ده ما ينفعش يحصل في مجتمعات مصرية عربية، لأن الثقافة مختلفة والفكر مختلف وهكذا. فإنك أنت تطوّر علم نفس وأساليب للتعامل مع المشاكل النفسية وفهم نفسك في وسط ثقافة زينا، ثقافة شرقية، ثقافة مصرية، ثقافة متأثّرة بديانات مختلفة، متأثّرة بأفكار مختلفة، متأثّرة بموقع جغرافي مختلف. ما ينفعش أطوّر الحلول اللي معمولة لجاك اللي في نيويورك أو اللي عملها حتى فرويد في ألمانيا، فاهم، على الaverage محمد اللي في القاهرة، مش هتمشي. فبرضه إحنا لسه بنتطوّر في الحتّة دي، إن إحنا نوصل لشكل معيّن لعلم النفس اللي هو يليق بالمجتمع اللي إحنا فيه، بحلول تليق بالمجتمع اللي إحنا فيه. فإحنا لسه حتى بنفهم دي، ما وصلنالهاش. وحاسس إن إحنا برضه بنعمل ده في صناعة المحتوى برضه، لإن أنت أغلبية يعني مثلًا Peace Cake برضه أنت إمم. عندك formats كتيرة جدًا مش بتاعتنا، جايبينها من برّه وعملنا لها localization شوية أنا باحب أmix، يعني اللي هو كنا دايمًا اللي هو مثلًا الdead jokes، كان فورمات مثلًا منتشر والpick up lines concept موجود برّه. لمّا ندخّل الdead jokes على الpick up lines فيبقى رومانسية منسية، وبعد كده نبدأ نمصّر الجُمل وكده خلاص بقت ثقافة موجودة. الtry not to laugh challenge طول عمره موجود online، والنكت والقلش موجود. فلمّا أقلبه امسك نفسك الموضوع بيتغيّر. فهي دايمًا أنا باحاول آخُد الهيكل العظمي أو الstructure بتاع الموضوع من حاجات already موجودة، فأنا عارف إنها already ناجحة، ولكن إزاي نطوّعها لثقافتنا وأفكارنا وحاجة يتقبّلها الجمهور. وساعات بنفشل في ده يعني مش دايمًا برضه بتوصل، مش كل الحاجات هتتّرجم 100%. بس أنا شخص دايمًا مش مؤمن إن أنا لو قعدت أبُص على الحاجات اللي حواليّا فقط هنا في محيط دايرتي، هافضل ألِف في حلقة مفرغة. فأنا باحب أبُص على إيه اللي بيحصل في بقية العالم علشان أجيب حاجة جديدة فاجدد اللي موجود ونزُقه لقدّام، بدل ما نقعد نكرّر. لمّا بتيجي تبُص على آآ وأنتم شغالين على الحلقات أو أيًا كان الshow اللي أنت شغال عليه، يعني لسه من قريب عملتوا roasts صح. لسه ده format مشهورة جدًا فورمة برّه مشهورة جدًا، جدًا برّه، بس مش منتشرة هنا بهذا الشكل، لأشكال مختلفة. يعني بس حاسسها مصري أوي، حاسس عارف اللي هو هي دي المصريين بيحبّوا يسفّوا على بعض طول عمرهم، بس إنّك تحُط حد على المسرح حرفيًا وتبدأ تعمل كده، ما اتعملتش بشكل كبير. يعني محمد حلمي كان بيعمل كده في أوائل رحلته، وهو كان مع comedians بتوع elite، يعني وليد وعصام وأشرف وطوفي وطه، كلّهم كانوا أنا نسيت حد فيهم؟ وليد وأشرف وطوفي وحلمي وعصام هو كان بنقول كلّهم، و مجموعة وخيري أيوه، وخيري و وطه، تمام. في واحد وقع، ما أعرفش مين. في واحد مش عارف، يعني تمام. أنا آسف لو نسيت بس هو بس فإليت كلّهم وكوميديانات تانية كانوا بيعملوا roast، كانوا بيطلعوا قدّام بعض battle، اللي هو أنا معايا لاينات عليك وأنت معاك لاينات عليه، لا والحوار ده لاقت حُب من بعض الجمهور. ولكن برضه إحنا كان خوفنا من الroast إن هو ممكن الجمهور ما يتقبّلش ده، إن الجمهور ما بيحبّش، يعني بيننا وبين بعض هنسِف على بعض ونهرّج كده، بس على المَلأ إن أنت تجيب حد وتعمل كده وأنت بتهزّقه. وهتلاقي دايمًا بقى النجوم كبار بيخافوا، اللي هو أنت ليه بتتريق يعني. حتى ده كان في مهرجان الجونة كان دايمًا بيطلع، كان أحمد أمين مرّة طلع وأعتقد طه برضه مرّة، كان بيسِفّوا على الجمهور اللي موجود. كان أغلب الreaction من الناس اللي هو ليه بيقول كده، وأنتم ليه بتحاولوا تقلدوا الأجانب وليه مش عارف، في حين إن عادي جدًا إحنا عندنا في بنعملها، المدرسة بنعملها وبنهرّج مع بعض التنمر ده أيوه. في تنمر مقبول وتنمر غير مقبول. التنمر مقبول لو إحنا 4 قاعدين على القهوة وكل واحد النهارده ببداية القعدة تمام. إنما لو واحد ما يقدرش يرد عليَّ ده مش فهي بتبقى. بس هي الفكرة إن هو لسه تقبُّل هذا النوع من التهريج، في حين هو أكتر نوع تهريج منتشر
في الشارع، بس إنك تتقبّله كمحتوى بقى إن هو ده يبقى متطبّع، حسّاس شوية مع الناس، فكان في خوف برضه من حاجة زي كده. وحاسس بس إيه، وحاسس إن أنا حاسس الناس يعني أغلبية الناس تقبّلتها بشكل حلو وانبسطت بهذا الموضوع، خصوصًا إن إحنا برضه حاولنا نحافظ على التنويهات، اللي هو إحنا كُلّنا متّفقين مع بعض وموافقين على ده، ما حدّش بيعمل ده غصبٍ عنّه، ما حدّش رافض ده، وما بنجرّحش بشكل يعني وِحِش، اللي هو كُلّه في سياق، وهي القانون أغلب الكوميديات بهذا اللي هو طالما ضحّكت تمام، يعني فاهم، اللي هو أنت ممكن ترزعني واحدة جامدة، بس أنا لو ضحكت عليها أنا خلاص أنا متقبّل، لإن هي في الكوميديا حلال. طالما أنت ضحّكتني أنا متقبّلها بشكلٍ ما، وأغلب الكوميديات بيبقى ما بينهم هذا النوع من الموضوع، وإحنا عاملين حق رَد والناس بترُد على بعض وكذا، فالفورمات ما هواش غريب 100% عننا، ولكن رَد فعل المجتمع برضه حساس، إحنا أغلب الناس بتبقى دايمًا حساسة لمّا تقدّم لها حاجة مختلفة عنها، تقبُّلها ليها بياخد وقت، وساعات بيتقابل بالرفض ويبقى رفض شديد، فإحنا كان ده في خوف منه في الأول. نخش بقى على إمم. casting جامعات، آه. دي أول تجربة إخراجية من هذا الشكل؟ أول تجربة إخراجية تلفزيونية بهذا الحجم، آه. يعني عملت إعلانات قبل كده، بس ده أول برنامج تلفزيوني بالحجم ده، ومش حجمه صغير برضه، البرنامج كان كبير. كان كبير إمم، جدًا، وكان عامل impact ما شاء الله وقتها لمّا الحمد لله، اتذاع الحمد عمل لله كان ضجة مسمّع كبيرة. جامد، آه. آآ لمّا جالك الموضوع ده عملت إيه؟ لمّا جه الموضوع ده اتحمست جدًا، جدًا من أول لحظة، يعني حسيت اللي هو أيوه، هي دي الفرصة اللي أنا كنت مستنيها، وإن هي جات الحمد لله. يعني هو كان مارك حنا، صديقي مُخرج برضه، كان هو مُخرج season 1، وهو كان المفروض مسافر، فما كانش هيقدر يخرج season 2، فعرض عليّا الموضوع، كان لازم أنا أروح برضه أpitch للمُتّحد أقنعهم إن أنا أنا اللي يعني ما فيش حد قال لك لأ تعالَ أنت هو ده الشخص اللي لا، لا، هيشبعك؟ كان في pitch بيني وبين 3 مُخرجين تانيين، والpresentation اللي أنا قدّمتها هم عجبتهم أكتر من الباقيين، فمشينا في هذا الاتجاه الحمد لله يعني، و وأعتقد النتيجة بتتحدث عن نفسها. ل لمّا كنا بنجهّز الحلقة كنت بتقول لي إن هو كان في حاجات أنت حطيتها أو إضافات أنت إمم. أضفتها ما كانتش الطبيعي. الاتجاه اللي كان البرنامج واخده في الأول، هو كان عظيم، كان واخد سكة الdocumentary أكتر شوية، إن إحنا رحلة بحث وكده فكان mix بين الdocumentary والreality show، وده اتجاه مشروع جدًا. أنا حبيت آخده في اتجاه الreality shows اللي فيها games أكتر، ومع فريق يعني هي رئيس تحرير البرنامج إنجي كان برضه مشاركاني في الفكرة دي، إن هي المسؤولة عن المحتوى، يعني أنا برضه مسؤول عن الإخراج وتقديم الموضوع، فكان في توافق في الفكرة بيني وبين إنجي شكري، إن إحنا التوافق ما بيننا كان كده، حتى كان الinfluencers اللي هو بقى البرامج اللي زي Survivor أو Project Runway أو Hell's Kitchen، كل الحاجات اللي هي فيها شِق مسابقاتي، وطبعًا obviously American Idol وكل الحاجات المشابهة. فالفكرة إن إحنا إزاي نجيب الenergy بتاعة الgamification الموضوع شوية، وفي نفس الوقت نحافظ على روحه اللي موجودة قبل كده، فأنا كنت بنيت على اللي already موجود، ما حاولت ما هدّيتش وبنيت من الصفر، ولكن أضفت التفاصيل بتاعة إن إحنا نخلّيها game show أكتر، يبقى في نُقط تراكمية، فأنا حتى مش باحكم عليك بأدائك النهارده، باحكم عليك بأدائك في خلال البرنامج كلّه، فأنا باحكم على تطوّرك كفنان، مش مجرد إن أنت النهارده عملت كويس أو النهارده عملت وِحِش. و عملنا اللي هو كارت التحدي، اللي هو ده بيشقلب الموضوع، يدّيك points كتيرة جدًا أو لأ، على حسب لجنة التحكيم هيدّوك إيه. فخلّى في دراما في الموضوع شوية، خلّى الموضوع spicy شوية، فأنا حاسس إن ده ساهم في إن الموضوع يبقى الناس متابعاه أكتر، لإن هو بقى أشبه بإن أنا باتفرّج على ماتش، مش مجرّد ناس بتمثّل أو ناس بتجرّب حاجات، لأ، إن هو بيمثّل بس بياخد نُقط وهيكسب ويخسر في الحتّة دي، والموضوع لمّا بقى واضح أكتر، وجزء تاني أنا كنت حسّيت إن إحنا محتاجين نركّز عليه أكتر، اللي هو مين الناس دي، مين الشباب دي فعلًا، إحنا محتاجين نعرفهم أكتر علشان نرتبط بيهم عاطفيًا، علشان لمّا حد يخسر أزعل عليه، حد يكسب أزعل، وفي الآخر إحنا كده هم الهدف إن هم دول في الآخر يبقوا هم نجوم المستقبل، فأنا لو اتعرّفت عليهم من دلوقتي ده هيساهم في الهدف بتاع البرنامج أصلًا، إن هو يكتشف مواهب تبقى نجوم قدّام، فأنا باساعد على الهدف ده في إن أنا باعرّف الجمهور عليهم علشان يبقوا عارفينهم من بدري، فكان ده حسيت بتوتر وقلق وأنت بتجهّز لحاجة بالحجم ده؟ أنا كل يوم الصبح وأنا سايق اللي هو هم عملوا الاختيار الغلط.
هل الموضوع ده اكبر مني؟ بص، دايما هينتابك هذا النوع من الخوف. انا بالنسبه لي الخوف والقلق بتاع اللي هو ايه اللي انا بهببه ده، عاده بيبقى مؤشر كويس ليا، ان هو بيخليني دايما بحاول اركز اكتر في كل التفاصيل، واحاول ان لو حاجه فلت مني احاول الحقها باسرع ما يمكن، وان انا احاول اديها اكتر عامل من تركيز. لان انا لو ما عنديش الخوف ده كدافع، بيفتح الباب للتخاذل او الاستهتار او كده، ان هو فانا دايما بحب ان هو لو انا قلقان انا محتاج اعمل دي صح جدا. ما ينفعش يحصل اي حاجه. فهبدا دايما اللي هو مركز في كل التفاصيل ومركز في كل الحاجات وكده اهو. واعتقد الحمد لله يعني ربنا وفقني في ده. إيه الحاجة اللي بتخلّيك كل يوم متحمّس إن أنت تصحى وتقعد تنزل وعايز تشتغل مفيش، انا عايز اقعد في السرير. كلنا عايزين نفضل قاعدين في السرير. بص، في حافزين مهمين جدا. الحافز الاولاني ان انا في حاجات كتيره انا عايز اعملها، اعمال فنيه كتير وافكار كتير انا عايز اخرجها للعالم، وده حافز مهم عندك جدا. طموح إيه أكتر طموح في الحاجات دي؟ اكتر طموح خالص، في كذا حاجه، بس ممكن يعني لو كمخرج نفسي اكسب جايزه من جوائز مهرجانات، او اخد اوسكار، او اخد حاجه زي أوسكار كده، دي اللي هو جامدة، فاهم، حاجه جامدة. زي كده، او حتى اعمل بلوك باستر كبير، يعني اللي هو زي محمد دياب عمل مون نايت كده مثلا، اللي هو دي سي تكلمني او مارفل تكلمني، اللي هو تعالى ما تيجي تعمل لنا فيلم هالك كده. كيف بدأ الهالك، فاهم؟ عشان هُم هيكلموك بعد مش هيكلموني الإفيه. بقى. لأ بس أنا عاجبني، أنا باحب فكرة من دي خدتها من جوجل الصراحة، موضوع الmoon shot اللي هو أنت تحط لنفسك هدف مم. صعب الوصول ليه. فاكر فاكر ده لما بدأنا بيس كيك خالص، كنت بسأل ناس فاوندرز انتربرينورز من حاجات تانية. انا فاكر كنت قاعد مع طارق نصر، وبساله انت شايف ان احنا لو عملنا حاجه زي بيس، كان انا وصافي وجمهور سعد، لو احنا عملنا حاجه زي بيس كيك توصل تبقى زي ورنر براذرز مثلا او حاجه زي كده؟ فهو قال لي لا. سؤال لي لا عشان هو محتاجين حد معاكم في البيزنس شاطر، فالحمد لله كان جمهور. كان هو الشق اللي حاجه. فده الهدف، ان هو انا دايما بقيم ان هو يعني حتى واحنا في الاول خالص واحنا بنبني، كنت دايما قريت مثلا كريتيفيتي انك بتاع بيكسار، كنت اشوف بيكسار بنوها ازاي وازاي نقدر نطبق ده علينا، في حين ان احنا كنا لسه 3 انفار في اوضه في الباتروم. بس هو الافكار بتاعت انا مش شايف نفسي شركه هنا، انا شايف نفسي اللي هو انا ممكن ابقى ديزني، ممكن ابقى بيكسار، ممكن ابقى ورنر براذرز، ابقى حاجه كده بس في المحتوى بهذا الحجم. دايما ده الهدف، دايما ده يعني بسعى للحاجه الكبيره، وعارف انها دايما هي خطوات عشان توصل لدي، هي دايما تبقى خط. يعني هو لما كريستوفر نولان عمل فيلم ابيض واسود مع اخوه. مومنتو؟ لا، قبل ميمنتو كمان كان في واحد تاني، كان في اللي هو اسمه فولوينج. أيوه. لا، انت لو بصيت حتى على يعني مشاريع التخرج بتاعت الناس، او اول فيلم عمله بيتر جاكسون، بجد شكله يعني متصور بكاميرا، 620. فيديو. كاميرا 610 قصدي. كاميرا فيديو، والجرافيك والافكتس اي كلام، والتمثيل حتى ضعيف وكده اهو. ما تخيلش ان ده اللي هيعمل لورد اوف ذا رينجز، ولكن هو فعلا. فهي الفكره ان هو الناس بتنسى ان هو البروسيس بتحتاج كل ده عشان توصل للحته الكبيره دي. ف وفي موتيفيتور تاني كبير يعني. إيه هو؟ اكل البان سويس، اكل البان. اكل العيش. مروان، أنا لا، متفائل. دايما في دواعي اقتصاديه وماديه. في الاخر احنا كلنا عايزين ناكل عيش برضه. انت مش هتشتغل عشان اهدافك المعنويه، هتشتغل عشان انا محتاج ادفع مصاريف المدرسه وقسط العربيه. بس في الآخر هتوصل لحاجتين، يعني أنا مؤمن مع الاستمرارية مش ممكن توصل شرط، لحاجتين. مش شرط. ممكن. التوازن ما بين الاهداف الفنيه المعنويه والاهداف الماديه مش دايما بيتلاقوا. الشطاره في ان انا ازاي اقدر اسعى في ده شويه، واسعى في ده شويه، واسعى في ده شويه، واسعى في ده شويه. ان اغلب الوقت ممكن اعمل شغلانات من اجل الدافع المادي فقط، علشان امول بيها شغلانات تانية من الحاجات هُم في الفنيه. هوليوود بيقول لك اعمل فيلم ليهم وفيلم وفيلم ليك. ليك، بالظبط. في مصر يقول لك وان فور ذا ريل وان فور ذا ميل. آه، يعني واحده تحطها في الوجبة. الديمو ريل بتاعك وتبيع بيها نفسك، واحد بقى اللي هو ده اكل عيش. لأ بس أنا متحمس ومتفائل، لإن أنا شايف في المستقبل القريب إن إحنا هنقعد قعدة تانية فيها إن إحنا نتكلم على على البلوك الاوسكار. باستر. على البلوك باستر. الأوسكار لسه شوية عشان بجد. الظروف اللي حوالين الأوسكار، بس ممكن بس يبقى اوسكار احسن فيلم، البلوك احسن فيلم باستر اجنبي. مش عارف، دايمًا حظنا بنترشح للقائمة القصيرة اللي هي من عندنا، اه، اللي هي من عندنا. بعد كده ما أعرفش إيه اللي بيحصل في النُص ما بنترشحش.
هي دي كانت حاجة محمد دياب actually اتكلّم فيها وكذا حد اتكلّم فيها مؤخرًا، إن الغرب مش بيقبل منّك أفلام غير لو بتعزّز فكرته عنّك. آه. إن هو يعني أنا لو عايز آخُد تمويل عن فيلم من فرنسا، فيلم مصري، لو الفيلم مش بيقدّم مصر بالصورة اللي الفرنساويين شايفين مصر فيها، مش هيموّلك. صح. إن هو في دماغه أنا محتاج أنا بصورة عايز أبيّن معيّنة. الصورة دي، دي الصورة اللي في مخيلتي لمصر كذا، 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 كذا. فلو أنا مش شايف ده مش بس مش حاسس إن المنظومة كلّها بتتغيّر دلوقتي بسبب إن برّه عايزين يسمعوا صوت غير صوتهم؟ بس عايزين يسمعوا صوت غير صوتهم بمزاجهم، مش عايزين يسمع صوت غير صوتهم يchallenge أفكارهم، نضحك عليهم، نعمل يتحدى. فيلم نقول لهم هنعمله بشكل اللي أنت وندّي له عارف أنت رسالة. لو عرفت أعمل كده يالّا بينا، إيدي على كتفك. مروان شكرًا على القعدة دي شكرًا ونورتني، جدًا، جدًا. وأمل إن إحنا نقعد قعدة تانية هنقعد قعدة تانية إن شاء في الله، بلوكباستر في بلوك أو باستر الأوسكار كبير، أو حتى يعني فيلم في السينما أو طويل. فيلم ممكن فيلم في السينما طارق طويل. النصر، كلّم طارق ما أنا النصر. كلمته خلاص كلمته. مستنيك يا طارق.